الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناه عبده عبد الله في كل مكان. النهارده يا جماعه 3 ايام عيد الاضحى المبارك، ربنا يعوده علينا وعليكم بخير. واحنا في العيد بنعمل رحلات يا جماعه للسمك، بيبقى لنا طقوس معينه كده ورحلات بطريقه معينه واكله حلوه وكده. احنا النهارده طلعنا على ترعه الشيخ زايد علشان نصطاد بتوع مدود الارض وبتوع الحي، بتوع مدود الارض وبتوع الحي اللي هو الكركور والشراي، لان المايه دي مش متواجد فيها عرس. بس يا جماعه انا عايز اقول لحضراتكم كلمتين الاول كده. اولا انا ببارك لكم كلكم ان قناتكم انتم مش قناتي خدت علامه الصح. قناتكم يا جماعه النهارده بعد 8 شهور من انشائها الحمد لله رب العالمين احنا معانا 100,000 مشترك يا جماعه، وده طبعا بفضلكم وفضل دعمكم لينا، وانا بشكركم ولو ان القناه دي بتاعتكم انتم، بس انا بشكركم برضه. السنه الجايه عايزين نبقوا 400,000. خلاص الحاجه الثالثه بقى وعلى السريع كده، اما دخلنا في مبادره الزريعه تواصل معانا في الفيديو الاولاني شرطه المسطحات المائيه، وقالوا لو اي مخالفه موجوده في الميه اتصلوا بينا، وسايبين التليفون بتاعهم على الفيديو الاولاني من الزريعه. لهم مننا كل الشكر والتقدير والاحترام وعلى دماغنا من فوق، وربنا يبارك لكم، وناس نشيطه وناس شغاله. ده شرطه المسطحات المائيه. في الفيديو الثاني يا جماعه من الزريعه مبادره اسماك اغلى من الذهب، تواصل معانا ناس بيقولوا ان احنا هنعمل لكم اجتماع مع معالي وزير الزراعه. احنا طبعا يا جماعه لسه ما تاكدناش من صحه الكلام، بس لما كلمنا الاستاذ عبد الخالق اللي هو متبني الفكره قلت له يا استاذ عبد الخالق انا ما عنديش مشكله، بس انا في ناس تانية حضرتك لازم تكون موجوده. قال لي الوزاره شافت المبادره على طريق قناتك انت وهم عايزينك انت. قلت له لا، لازم يبقى كل الناس موجوده عشان كل واحد ياخد حقه. واديت له نمر تليفون الناس اللي معانا، القنوات اللي معانا في المبادره يا جماعه، وهو تواصل معاهم قبل العيد بيوم تواصل معاهم. واحنا دلوقتي يا جماعه بنشكر السيده الفاضله الدكتوره منى محرز. انا يا دكتور متابع حضرتك والله، وحضرتك تاج على راسنا. دلوقتي يا جماعه احنا هنصطاد بالطعم الحي. يفضل في الطعم الحي يا جماعه لقشر البياض سمكه الهنومه اللي هي العرسه، ويفضل للبياض اللي احنا بنقول عليه السكساج يعني والجغل، ويفضل ليه طعمه الكركور او الشراي. دلوقتي يا جماعه ده كركور حجم متوسط. حضرتك بتجيب السناره فيه كده، ركز معايا يا استاذ رضا، شايف الديل ورا من الديل في شوكه كده، حضرتك بتروح لافف السناره دي من اللحم كده من تحت الشوكه زي ما حضرتك شايف كده. دي تطعيمه الكركور للبياض يا جماعه. العده المستخدمه عود الكبير عيدان نقول 4 متر، خيط مش اقل من الخيط ال60، المكن طبعا اللي هو يشيل بكره الخيط ال60. تمام يا جماعه، ده صيد الطعم الحي بالكركور للبياض. وزي ما قلت لحضراتكم لو حضرتك هتنزل لبياض النيل اللي هو الحمار السمك يفضل تطعيمه سمكه الهنومه اللي هي العرسه. توكلنا على الله. بعد اذنك كده يا مصطفى. اتفضل يا باشا. يا مسهل الحال يا رب. بترميه كده حضرتك زي ما حضرتك شايف في نص الميه، وتروح ملجم الاريال. بمعنى ايه؟ حاطط له حجره حضرتك قدامه كده، وحجره هنا جنب المكنه، وتفتح الظنان ده بس كده. هو ده صيد الحي. خليكم معايا يا جماعه. طعم طول الارض اهي، والاريال يا جماعه 3 متر 60 اللي كنت شرحته لحضراتكم قبل كده في الفيديو المبتدئين. مكنه الحجم المتوسط شعر 40. واحنا هنرمي برضه طول الارض اهو، رامين الحيه ورامين طول الارض. بصوا بقى يا جماعه، انا عايزكم كلكم يا جماعه صيادين السمك اطلعوا للسمك. رياضه صيد السمك دي احسن هوايه واحسن رياضه. في رحله جت اهي مجموعه من الشباب برضه، انا ببقى سعيد لما اشوف شباب صغير زي ده بطلع اصطاد سمك. وفي مجموعه هناك اهي بتصطاد سمك، مجموعه ثانيه دي يا جماعه، وفي مجموعه في البر الثاني اللي معاهم العربيه ديت. يعني الميه النهارده كومبليت، والجو زي العسل، والجو الشيخ زايد يا جماعه جميل جدا. اطلعوا يا جماعه للسمك، كله يطلع يتبسط، كله يطلع للسمك ياكل اللحمه على الميه. خليكم معانا. اول افتتاح اهو. يا مسهل الحال يا رب. مقبول كده. يا مسهل الحال يا رب. على حاج صلاة النبي. كركور يا جماعه اهو، بس كركور على كيف. ده اول استفتاح يا جماعه اهو، نهاركم زي العسل ان شاء الله. يا مسهل الحال يا رب. الكراكير دي بتعور يا جماعه، خلوا بالكم شوف بقه قد ايه. يا ساتر،
شوف الكركوره قد ايه. ده هياكل ايه ده؟ لما كده صغير. يا جماعه احنا من ضمن طقوس العيد ومن ضمن رحلات العيد من 30 سنه بنطلع نعمل اللي احنا بنعمله ده. هو اللي احنا بنعمله ده بنعمله من 30 سنه. دلوقتي يا جماعه ده اكله العيد، كباب حله. بنجيب اللحمه، كل واحد بيجيب حتتين لحمه من البيت من عنده من الذبيحه، ونجيب البصل ونقطعهم على بعض لخبطيطه كده بيقولوا عليها كباب حله. دلوقتي عمالين يلموا حطب، وانا والله عارف، ما انا عارف يا جماعه الاكل ده هيطلع حلو ولا وحش، خليكم معانا. احنا كده يا جماعه غسلناها غسله تمام، غسله 100 100. وادي فحل البصل اهو، فحل بصل محترم. واشتغل كده يا مسهل يا رب. انا الشيف عبده يا جماعه النهارده معاكم ايه من على ترعه الشيخ زايد، واديله على ودنه كده يا حمي. معاكم اخوكم الشيف عبده من ترعه الشيخ زايد بيعمل لكم كباب حله النهارده على الميه، علشان خاطر ايه محدش يقلس عليا يا جماعه، انا ما بعرفش اطبخ، بس والله هتطلع اكله حلوه ان شاء الله. بعد ما الشيف عبده قطع البصل على اللحمه هنحط ايه الملح الابيض بس يا مان. والله لا نحط كمان شويه عشان بلعاني فيك يا استاذ رضا، كمان شويه عشان خاطري. وادي يا جماعه ايه معلش الاستاذ رضا تطلع حد بهارات والفلفل الاسود بالبركه كده. اديله على ودنه كده اهو، اديله على ودنه كده اهو بالبركه. وده حبهان ومستكه اهو، كله هنضربه على بعضه يا نصيبه اهو. الله اكبر، اللهم صل على النبي. اتعلموا بقى من الشيف عبده يا جماعه علشان كلكم تبوظوا الاكل. تمام كده، تمام كده. ونيجي عاملين بعد ما نعمل كده انا شغال على النار اهو، عمال اسوي بالنار، وانا لا طباخ ولا بعرف حاجه، وهم دبسوني يا جماعه النهارده في الحله دي، والله لا بوصلها لهم، ربنا يسترها. شغال بالنار يا جماعه اهو. وفي ناس حبايبي يا جماعه بيقولوا علينا شباب صغيرين، ده انا عجوز يا جماعه، ده انا عيالي رجاله. شباب ايه بقى؟ شاي استوى يا جماعه اهوت، شاي على الحطب. تعال مصطفى، شاي استوى اهو. باشا خد يا حبيبي، السكر عندك هناك اهو. شاي الحطب ده يا جماعه شاي الراكيه. تعالى بقى نشوف الحله ديت هتعمل ايه النهارده، والله ما انا عارف. اللهم صل على النبي. مالها تغلى ايه وريحتها طالعه زي العسل. شمين ريحتها يا جماعه، شايف شم ريحتها؟ انا بقول لك انت، بقول للجماعه يا جماعه في سمكه غير ده اهو، في سمكه ساعتها عمال ينقط كده. احنا كنا بنجيب الشاي، بس انا متاكد ان الليل ده في سمكه كده ان شاء الله. يا مسهل يا رب. كركور برضه، كركور يا جماعه برضه اهو. الكراكير دي يا جماعه في الليالي القمريه بتنشر جامد جامد جامد. اللهم صل على النبي. كمان كركور يا جماعه اهوت، ليلتكم زي العسل. وكراكير على ودنه، اديله على ودنه كراكير. بس ده بص بقه صغير مش زي التاني، سبحان الله. التاني بقه كبير، ده بقه صغير. تك 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 تك. برضه يا جماعه هوت الليله دي يا جماعه من الليالي القمريه اللي بينشط فيها سمك البياض والكراكير دي. حضرتك ممكن تاخد كميه كبيره من الكراكير ديت في الليالي القمريه يا جماعه اللي زي دي. خليكم معانا.
الكركور برضو يا جماعه اهو. سمكه الكركور دي يا جماعه بتعيش 12 سنه، لو عاشت 12 سنه بتوصل نص كيلو. لو عاشت 12 سنه بتوصل لنص كيلو جرام. الماريه الجميله دي يا جماعه والله العظيم القعده تساوي الدنيا كلها. الناس يا جماعه صيادين السمك عارفين اللي انا بقوله ده. القعده اللي احنا فيها دي يا جماعه ما تتقدرش بمال. في الايام القمريه ديت يا جماعه واحنا بنعمله لقمه حلوه والقمر منور في السماء ولمه حلوه وصحبه حلوه، هو ده صيد السمك. هي دي رحلات صيد السمك. مع الاكل استوى هو نصيبه. هم بقى الجماعه دول اللي هيحكموا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده عباره عن لحمه شورى. هات شويه ميه دول يا اسلام. كبهم تاني شويه الميه دول. ايوه ورا بس. نزل بقى الحاجات دي مفيش المعلقه ماشي مش مهم. يلا ماشي يا اسلام. ده كباب حله يا جماعه عمال ايديا والله العظيم انا ما بنعرف حاجه ولا بنعرف نطبخ، بس انتوا بقى احكموا علينا. هات شويه ميه هنا يا سلم تاني. هات شويه ميه هنا تاني بس يا حبيبي. يلا حطوا قدام الرجاله. تعالوا بقى يا جماعه كلوا معانا. كل سنه وانتم طيبين. دي لقمه العيد يا جماعه. تعالوا بقى كلوا معانا اتفضلوا. طبعا النهارده احنا جالنا ابن اخويا احمد عيد منور الدنيا كلها، وبلال وهاني وطبعا اسلام ومصطفى. دي هاني ابو حنك شهرته. هاني ابو حنك شهرتك انت وغاوي تشرديني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا رب اتفضلوا معانا يا جماعه. يلا كل سنه وحضراتكم طيبين. بسم الله ما شاء الله. كركور بس ده كبير شويه يا جماعه اهو. ده كركور كبير شويه. هي اللي باين عليها كلها كراكير يا جماعه. يا مسهل يا رب. يا مسهل الحال يا رب. يا مسهل. يا مسهل الحال يا رب. كراكير دي يا جماعه جميله في اكلها، جميله. وبتكبر بتبقى اكبر من كده. كركور برضو يا جماعه اهو. سمكه الكركور دي يا جماعه بتعيش 12 سنه، لو عاشت 12 سنه بتوصل نص كيلو. لو عاشت 12 سنه بتوصل لنص كيلو جرام. هي ماسكه في ايه؟ ده بياضه بس ماسكه في ايه؟ خيط ده ولا ايه؟ في خيط تاني معاه. العود التاني معاه بس هنجيبها. دجماج ده معاه. دجماج. الاريال التاني معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اكسر لي كده العود التاني. ده يا جماعه بنقول عليه جغل البياض. ده جغل البياض، دماغه بيضاويه. اللي احنا بنقول عليه التاني السكساك، بتلاقي حضرتك دماغه مسلوبه كده وطويله. انما ده جغل البياض حضرتك تلاقي الفرق بينه وبين السكساك. تلاقي التاني دماغه مسلوبه وده دماغه بيضاويه شبه دماغ القرموط بالظبط. ده يا جماعه جغل البياض بيكبر بيوصل احجام كبيره يا جماعه حضراتكم ما تتخيلوهاش. خليكم معانا وليلتكم زي العسل ان شاء الله. المعلم كركور اديله على ودنه. اديله على ودنه كراكير يا رضا. سمع صوته؟ سمع صوته؟ سبحانك يا رب. في نهايه الفيديو ده يا جماعه انا بشكر حضراتكم على المتابعه، ويا ريت يا جماعه لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا معانا في القناه. ودي يا جماعه حصيله الصيد الليله دي الحمد لله رب العالمين. ربنا كرمنا بشويه سمك حلوين اهو. ده اغلبه يا جماعه كله يا جماعه طالع بتوع مدود الارض. انا بنصح حضراتكم دلوقتي اللي عايز يطلع بالليل يطلع في المياه العذبه في الليالي القمريه دي بتوع مدود الارض، ويرمي برضو عود الشرايه جنب منه او عود الكركور لعل وعسى ربنا يرزقه. واستنونا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي صيد غله، علشان حبايبنا صيادين الغله طالبين مني فيديوهات الغله، وهي بصراحه وحشنا صيد الغله. استنونا الفيديو الجاي، ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا معانا في القناه اللي لسه ما اشتركش. تحياتي لحضراتكم والسلام عليكم.